السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو بستيل تيفي اللي تعلم الصلاة وتقنية الخطأ. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تفصلوا سروال ديال النساء واسع الإخوان بلاستيك والجويبات والسير الإخوان. ما تنساوش تبارطاجيو معكم هذا الفيديو واللايك ديالكم الإخوان. على بركة الله نبداو الفصال الخوت. سروال واسع الإخوان، تم مع الإخوان الشرح من الأول حتى الأخير باش تفهموا كل شيء التفاصيل. ما تنساوش الإخوان اللايك ديالكم والبارطاج ديالكم الإخوان. الله يجازيكم بخير. ما تنساوش كذلك تخليو متابعة أو اشتراك في القناة. ومرحبا بالجميع الإخوان وتحية للجميع. كنكونطرولي اليوتيوب وكنشوفوا الا تكون فيه شي تقبه ولا شي حاجه، وعاد كنعبروه الاخوان، كنعبروه كنشوفوا واش مخرج ليا قاميجي وسروال او لا الاخوان. هادشي قبل ما يتفصل. اما الا دخلتوا الفصاله غتوليو مشكلين الاخوان. اللهم من الاول تعبر التوب وتكونطروليه قبل ما تفصلوا باش ما تحملوش المسؤوليه ديال التوب الاخوان. هادشي اللي كاين. راه كاين واحد النوع اللي تيغركم التوب الاخوان، يعني الا خسرتوا لي توب نتوما المسؤولين على هذاك التوب، كتغرموا ليه. المهم حنا ما كنحاولوا ما نطيحوش في هاد المواقف هادو اللي كتحرجنا. المهم الاخوان غادي نفصلوا السروال هو الاول الاخوان، غادي يكون الجويبات والسير. شوف على جوج ديال الوقات، ولكن كيتفصل على جهه. اذا دابا غنفصلوا الجهه ديال الامام ومن بعد غنفصلوا الجهه ديال الخلف الاخوان. كما قلت لكم طايه كبيره ما شاء الله اخوان. كنحطوا 40 سنتيم هاد الشكل اخوت على هذا الطراساج هذا. هنا في الجهه ديال الامام اما كنطيحها اما كنفصل جوج ديال الوقات، فيها الخلف وفيها الامام. واما كنفصل الجهه ديال الامام هي الاولى الاخوان. باش تفهموا اكثر كنفصلوا مثلا الجهه ديال الخلف، يعني كنفصل غير جهه ومن بعد كنفصل عليها الجهه الثانيه باش ما تخربقوش الاخوان. حتى الطابله بتقدنا في المسافه. اذا كنفصلوا غير جهه واحده فيها الخلف وفيها الامام وفيها كلشي. من بعد كنفصلوا مثلا 4 ديال الاطراف ديال الخلف، 4 ديال الاطراف، ومن بعد كنحيدوا طرف وكنقادوا الجهه ديال الامام بوحدها الاخوان. انا ما نزل 3 ولا 4 على جوج الاخوان. غنخليه الطراساج بحال هكا يا اخوان وغادي ننزل 30 سنتيم، حيت مازال عندي السانتونه غادي تخدم بوحدها الاخوان. هنايا غتكون زايده في العبار، وعاد التقويره ديال الحرده غادي تزيدني المسافه. وهاد التقويره ديال الهبطه ديال دوره ربع الحوض الاخوان هذه غادي تزاد المسافه، يعني غادي تولي واسعه الاخوان. كنحط على ما خوت هكا تبعوا مع الاخوان. طايه كبيره هذا الاخوان. من بعد كناخذ دوره الحوض الاخوان. دوره الحوض اللي هي هذا الاخوان، عندي 50 سنتيم دوره الحوض. كنجي لهنايا الاخوان تقويره ديال القعده الاخوان. دوره الحرده الاخوان كنطلع 3 ديال السنتيم بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا الاخوان. كنطلع بنفس المسافه اللي عندي هنايا 10 سنتيم هكا، وكندير هذا التقويره هكا تكون قاده سهله الاخوان. اي واحد يمكن ليه يفصل بهذه الطريقه اخوتي. دابا كناخذ الطول ديال السروال من هنا الاخوان من الكوطي، وكنهبط كنشوف شحال عندي في الطول ديال السروال. عندي متر و5. كنزيد الاخوان واحد 3 ديال السنتيم ديال اللوغلي اللي تحت الاخوان. عندي خطوط السنطه هنايا. هنا غادي نحط نفس العدد 40 سنتيم. هيا الاخوان كنحطوا 40 سنتيم الخوت. من بعد ما حطينا 40 سنتيم في راسلكم غادي نكملوا هاد العبار اللي تحت الخوت. دابا غادي نفصلوا عليها الجهه الثانيه. مازال غادي نقادوه من الاخوان ولا نقادوه. شوف السروال هابط لتحت واسع بحال الصنطه نفس العبار. عندي 40 سنتيم في 40 سنتيم. دابا غادي نفصلوا الجهه الثانيه. دابا الجهه التحتانيه غنديروها هي الجهه ديال الخلف. ركزوا معايا. الجهه التحتانيه غنديروها هي الجهه ديال الخلف، هي اللي غادي نقادو دابا من تحت بهذا الشكل هذا. ومن بعد هذا الفوقاني تنقادوه هو الجهه ديال الامام الاخوان. حيت هذه الجهه ديال الامام مازال غنقص فيها هنا 3 سنتيم وهنا 3 سنتيم. كنقادوه بهذا الشكل الخوت.
ودائما الخلف راه كيكون زايد الاخوان، كيكون واسع راكم عارفين، كيكون زايد على الجهه ديال الامام. كنجي لهنا كنخرجوا بجوج ديال السنتيم. هاد جوج ديال السنتيم هادي كنطراسيها حتى لتحت، حتى لتحت الاخوان. ها هي بهذا الشكل اخوت. هنا عاوتاني كنزيد جوج ديال السنتيم هنايا، جوج ديال السنتيم. هاد جوج سنتيم هادي كنزيدها حتى الركبه، حتى لهنايا كنعبروا الركبه من تحت السمطه 53. هاد جوج سنتيم هادي غتزاد حتى لهنايا الاخوان، ومن بعد كنبدا نخرج هنا الاخوان الجهه ديال الخطا الخوت. هي جوج ديال السنتيم كنبدا غادي وكنطراسيها حتى الركبه الاخوان هكا. وكنجي ناخذ العبار ديالي حيت ديجا فصلت الخلف الاخوان، غادي نخرج بها حتى لهنا، كنزيد واحد جوج ديال السنتيم او كنخرج حتى لهنا الاخوان. هنايا عندي جوج ديال السنتيم، هنا زدت ديال جوج، يعني طلعت بجوج ديال السنتيم حتى لهنايا، ولكن باش تزاد عندي 3 ديال السنتيم كيولي الفرق هنايا كنقص 3 ديال السنتيم، هاد 3 السنتيم وكنهبط زيرو حتى لتحت حتى لهنايا، اولا كنقص سنتيم الاخوان. لاحظوا معايا هاي 3 السنتيم كنقصوها في الامام وكنطراسيوها حتى لهنا غادي، وكنخرج غادي وكنخرج ب 3 السنتيم، كنهبط مثلا 3 السنتيم 2 سنتيم سنتيم الاخوان. تفهمنا الاخوان؟ الركبه حد الركبه كنخرج بجوج، وتحت الركبه كنخرج بسنتيم بهذه الطريقه الاخوان. وكنطراسي هاد السنتيم هذا هكا وكنخرج بثلاثه. من بعد كنجيو للامام كنطيو كذلك 3 سنتيم. اذا دابا الخلف كيكون زايد على الجهه ديال الامام 8 ديال السنتيم، ما بين 8 سنتيم حتى 9 ديال السنتيم الاخوان، على حسب الطاي. الا كانت الوسويه وهذا الطاي كبيره فكنقدروا نزيدوا حتى 9 ديال السنتيم باش كتكون يعني السروال كيجي مفوه وما كيجيش مزير. الحاجه اللهم نديروها زيد شويه في العبار اولا نديروها ناقص، لان الناقص الاخوان ما كاينش، ما عندوش الحل. المهم هنايا حطينا 3 ديال السنتيم كنطراسيو بهذا الشكل اخوت، كنزيد واحد السنتيم من هنا الاخوان حيت عندي السنتيمات ديال الخياطه. ومن بعد هذه النقطه هذه كنجيبها حتى لهنا الاخوان، فين عندي هذه الاخوان بحال اللي كنلاقي النقطه مع النقطه بهذا الشكل الاخوان بهذه الطريقه. والامام كندخل هاد 3 سنتيم وكنخرج بحال هكا. من بعد كنكملوا هذا الطراساج هذا كما كتلاحظوا معايا، وكنطلع ديريكت الخوت. والخلف شوف معايا قطعه كنخرج الخوت باش نطلع لك الطريقه الان. يحيدوا هذا السنتيم كنطلع هذا الطراساج اليسار. الاخوان كنحيدوا دابا الزياده ديال اللي عندي الان. هذا هو الشكل ديال السروال واسع كيف ما كتلاحظوا معايا الخوت. هذه هي الطريقه الاخوان. ومازال ليا الاخوان سميتو السمطه، نجروا الثوب عندنا باش نخرجوا السمطه ونخرجوا الجيب. الجيب الاخوان كتقطع بهذه الطريقه هذه الخوت، كنقطعوا على شكل ديال المربع هكا، كنقادوه بهذا الشكل الخوت. من بعد كنسرحوا الجيب بهذه الطريقه هذه. الجهه ديال الامام غادي نقادوا ليها الجيب باش كنحفروا. كندخلوا الاخوان 8 ديال السنتيم طيه كبيره وكنهبط ب 15 سنتيم. من بعد الاخوان كنجيبوه على هاد الجهه ديال الجيب هكا، اولا كنجيبوا هذا الطرف هذا ها هو باش نسهلوا علينا الامور. كنجيبوا الطريف هذا اللي قطعنا بحال هكا وتنقطعوا قدو هكا. هذه الطريقه الاخوان سهله. كنقطع جوج ديال الطرف. من بعد كنجيبوا السروال ملي كنبغيو نخيطو كيتحط جيب بهذا الشكل اخوت هكا، كنخيطو وتنقلبوه. ملي كيتقلب كيكون الشكل ديال الجيب بهذا الشكل اخوت. كنخرجوه بهذا الشكل الاخوان. هذا هو الشكل ديال الجيب الاخوان.
كنقوسو واحد شويه بحال هكا في الجناب. راكم عارفين هاد التقويسه هذه اللي كتكون في الارداف ديال الجيب. هذا هو الشكل ديال الجيب، الشكل الخارجي ديال الجيب الاخوان. دابا كنحطوه من التحت، ها هو هذا هو اللي قلت لكم غادي يتخيط، وكنقلبوا الجيب وكيكون بهذا الشكل الاخوان هاك. من بعد ما كيتخيط هذا هو الشكل ديال الجيب. الاخوان كلشي واضح الاخوان. دابا غادي نوصلوا الصنطه، سالينا دابا بالجيب، بقى لي الصنطه والسيور. هاد السانسور الاخوان دابا مريقله، كنحطوا 10 ديال السنتيم، وكتبقى ليا 8 ديال السنتيم، كنقسموها على جوج كتبقى ليا 4 سنتيم الاخوان الفينيا، اولا كتخليو 5 سنتيم، ما بين 4 سنتيم حتى 5 سنتيم الاخوان كتوقع لكم فينيا في الصنطه، في العرض ديال الصنطه. دابا بقى ليا السير، هذا السير كنلاقيهم بجوج هكا، وهاد اللاقيه كتجي لداخل الاخوان، كتجي لداخل في السروال ما كتبانش نهائيا. صافي تيبقى السير طويل الاخوان. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نفصلوا القميجه ديالو ان شاء الله الاخوان. خليو اللايك ديالكم وبارطاج ديالكم واشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد، معلومه جديده، والسلام عليكم.